أخطر 10 ألعاب مائية حول العالم. الحديقة المائية في أونتاريو. تعرض كثير من الناس إلى إصابات خطيرة في هذه الملاهي، ففي عام 2015 قدم 20 شخصا شكوى في هذه الملاهي بسبب التعرض لإصابات خطيرة، حيث تنتهي اللعبة بهذه الدوامة الكبيرة التي تؤدي إلى الكثير من الإصابات بالعديد من الأشخاص. قد تم دفع 500 ألف دولار في النهاية تعويضا لإصابات هؤلاء الأشخاص. سادسا، ملاهي المنحدر المائي في إسبانيا. تعد من أعلى المنحدرات المائية في أوروبا بالكامل، وتم بناؤها في عام 2013 على ارتفاع 110 أقدام، وهي غير مخصصة لأي شخص مصاب بأمراض القلب، وتحتوي على منحدرين فيهما الخضراء أقل في الطول من الحمراء، ويقال إنها تستغرق 3 ثوان ويتحرك فيها الشخص بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. وفي يوليو عام 2014 لم يتم فتح الباب بالكامل بطريقة طبيعية، ما أدى إلى تعلق هذا الرجل وتعرضه إلى مخاطر كبيرة. وبعد مرور 10 دقائق على هذا الحادث تم فتح الملاهي مرة أخرى من جديد. خامسا، ملاهي المدفع المائي في نيوجيرسي. كان الكثير من الناس يعشق هذا النوع من الملاهي، ولكنه كان يسبب الخوف للبعض بسبب عدم معرفة ما يوجد في نهاية هذه الملاهي من ارتفاع 10 أقدام، وهذا كان يسبب الكثير من الإصابات لكل شخص. وبالفعل تعتبر هذه الملاهي من أكثر الملاهي التي تم إصدار العديد من الشكاوي عنها تحديدا في نيوجيرسي، وبسبب هذه التقارير المتعددة يقال إنه منع الكثير من الأشخاص من تجربة هذه الملاهي حتى لا يتعرضا لمخاطر كثيرة. هل ترغب في تجربة أي من هذه الملاهي؟ أخبرني في التعليقات. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصل إليك كل جديد من قناتنا